حساسية جلد، حساسية أنف، حساسية صدر، وماشي على علاجات وقائية. دكتور دلوقتي أنا مسافرة وقول لي آخد معايا أدوية إيه؟ طيب يا ماما، أول حاجة هقولك عليها تاخدي المسكنات، مادة الباراسيتامول ومادة الإيبوبروفين. خلصنا مسكنات. تاني حاجة يا ماما التطعيمات، لو أنت التطعيمات الإجبارية خلاص كده كده بناخدها. الإضافية لو في أي تطعيم عندك ناقص ناخده، لو في أي تطعيم مأجلينه ناخده قبل السفر بشوية، بأسبوعين ولا حاجة. طيب لو أنت ابنك عنده أي نوع من أنواع الحساسيات، حساسية جلد، حساسية أنف، حساسية صدر، وماشي على علاجات وقائية، نفضل على نفس الجرعات وناخد معاه الأدوية، بخاخات، كريمات، جهاز نيبولايزر أو جهاز اللي هو الايرو تشامبر، ونخلي الدكتور بتاعنا يعمل حاجه اسمها اكشن بلان. يعني ايه اكشن بلان؟ يعني لو حصل كذا هنعمل كذا، ولو حصل كذا هنعمل كذا. خلصنا. تاني حاجه او تالت حاجه عايز اقول لك، رابع حاجه كمان، ناخد محلول معالجه الجفاف، مهم جدا 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 بعد الشر لو جالنا نزلات معويه. خامس حاجه ممكن ناخد دواء للامساك، الدكتور يقول لك عليه، لان الطفل او احنا عامه لما بنروح مكان جديد مهما كان نضيف مهما كان شيك، المعده عندنا بتقف شويه، وبيبقى الاكل معظمه من بره فبيبقاش صحي قوي، بيجي لنا وبيجي الاطفال امساك، وممكن نضطر ان احنا ندي الاطفال حاجه الامساك. غير كده كل طفل بقى وحالته، تابع دكتورك واسالي دكتورك قبل ما تسافري انا هحتاج ايه هناك. ودايما بنصح يا جماعه لا قبل ما نسافر نكون عندنا خطتين، خطه هناك انا رايح الفندق الفلاني في عياده او في مستشفى على بعد مثلا كذا، فان شاء الله خير، ويبقى معايا مثلا الدكتور يبقى ليه يعني حاجه اونلاين، او ابعت له على حاجه اي حاجه اونلاين، بحيث ان انا اعرف الاقي حد يلحقني سواء على الارض اون جراوند او اونلاين مع الدكتور الخاص، تروح وتيجوا بالف سلامه.